فرصه والهدف. الهدف الاول لفائده الدفاع الحسني الجديد والموقع ايوب نناح يوقع الهدف الاول لفائده الدفاع الحسني الجديد كيجي في حدود الدقيقه 18. اذا الدفاع الحسني الجديد يمكن نقول بانه كان هو الابرز، خصوصا على مستوى محاولات التسجيل كان هو الاخطر. خصوصا تابعنا الفرصه اللي كان انفراد ديال اللاعب حميد احداد بالحارس انس الزنيتي، ثم الان ايوب نناح يجد الطريق نحو شباك الحارس انس الزنيتي ليوقع الهدف الاول. نتابعوا اكيد هذه الثنائيه، ايوب نناح حميد احداد بالراس، حضر الكره عند بلال المغربي دوره كيحضر الكره عند حميد احداد، ولاحظوا المتابعه ديال العبيد ايوب نناح الذي يوقع الهدف الاول لفائده الفريق الدكاني. وهذا الخطا وهذا الكره الثابته، تلعبت كره دائريه، فرصه والهدف. هدف التعادل والموقع هو المدافع جواد اليميق. جواد الانيق يضع الكره في الشباك، كان طرح استغلال الكرات الثابته لمسانده فريق الرجاء. اذا الهدف اللي كيجي في حدود الدقيقه 23. لاحظوا عبد الرحيم الشاكير كيلعب الكره في القائم الثاني، وبالتالي متابعه كانت ممتازه ديال جواد اليميق الذي يضع الكره في الشباك. وهدف التعادل لفائده فريق الرجاء. واحد من الجهه اليسرى كيمرر من جديد عند انور جيد، تمريره ما كاينش لك تسلل، فرصه حميد احداد المهاجم والقناص يتمكن من تسجيل، ما كانش في وضعيه ديال التسلل، يضع الكره بكل ذكاء في من جديد على العلو الكعب ديالو لاعب ايوب او لاعب حميد احداد. ايوب نناح هنا كيمرر التمريره، لاحظوا التمريره ديال انور جيد ممتازه، ما كانش في وضعيه ديال التسلل، يعني كيوضع الكره في الشباك بطريقه ذكيه وبطريقه ممتازه. لاحظوا ما خلاش الكره تنزل الارض، يعني وكيوضع الكره في الشباك. الهدف الثاني لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي، بالتالي من جديد كياخذ شغل يعمل الحدراف، كيمر التمريره، فرصه دائما الخطوره والكره في الشباك. الكره في الشباك. كنقول بانه اللاعبين ديال فريق الدفاع الحسني الجديدين انتظروا انه الحكم يعلن على يعني ضربه مرمى، لان الكره من تعديل الكفه. هناك احتجاجات على الحكم المساعد، واكيد غنتابعوا الاعاده ديال الهدف، هدف ديال فريق الرجاء نتابعوه. زكريا حدراف من الجهه اليسرى، المراوغه ديال زكريا حدراف، رفع الكره بهذا الشكل، مشى اللاعب محسن ياجور في هذه الوضعيه. محسن ياجور كيمرر، اللاعب محمد حمامي هو اللي وضع الكره في الشباك، يعني ما وضحتش لي الصوره بشكل، لانه الكره خصها تجاوز يعني باكملها تجاوز الخط ديال المرمى. اذا كان ممكن يعني زميلي عبد الهادي ابو زيا انه نعاودوا الوقت في الوقت الممتع. كل فريق يبحث عن الحلول الهجوميه، يبحث عن الاهداف في هذه المباراه. محسن ياجور كيعمل، ياجور كيستادو الجوليادور. محسن ياجور يضع الكره في الشباك ويقدم هدف ثالث للرجاء، وبالتالي يضع الرجاء لاول اكيد التقدم في هذه المباراه بهدف ثالث. محسن ياجور هدف جميل في شباك الحارس يحيى الفيلاني. لاحظوا هنا التمريره ديال ليما مابيدي، محسن ياجور خدع الكره، القوه ديال محسن ياجور هو في الاختراق، كيدخل داخل المعترك، يسدد بالرجل اليسرى، تغالط اكيد الحارس يحيى الفيلاني. وهدف ثالث لفائده فريق الرجاء.